بقولك ايه، ما تيجي تجيبي معلقه وتجيبي شويه فلفل حلو من الاحمر ده، ويلا بينا هقولك تعملي بيه ايه. هخليكي تعملي بيه حاجه حلوه قوي بتقعد معاكي من السنه للسنه. اعمليها مره واحده وارتاحي طول السنه. بصي بقى يا ست الكل، احنا هنجيب الفلفل الاحمر الجميل ده الحلو. عايزه اجيب اللي هو الحامي، في منه اللي هو الحامي بس بصراحه انا ما بستحملهوش خالص. فتقدري تجيبي الحامي او تجيبي ايه الحلو ده اللي انا جايبه ده. تمام تمام. طبعا نبقى غاسلينه كويس ومسحينه كويس جدا جدا، وايه ونفضي منه البذر او اي حتت بيضه من جوه زي ما انت شايفه. عايزه اقول لك شكله فظيع، ومسكته كده يعني تحسي انت ماسكه حاجه غاليه كده، مش عارفه ليه. برضو مش زي الفلفل الاخضر، مش عارفه ليه. جميل بصراحه. هنا وانا بقطع بصراحه استحليت التقطيع قدام التصوير، ما وقفتش الكاميرا وانا عماله اقطع كده. بصراحه قطعته متعه لوحدها، التقطيع كده والشغل فيه بصراحه متعه. بس هقولك بقى على معلقه حلوه قوي هتحطيها عليه هتريحك طول السنه بصراحه. يلا بينا بقى هنعمل حاجة تريحنا طول السنة، هنحطها في الفريزر. ومش هنعمل يعني مش هنشيل هم بصراحة. الحاجة غليت رخصت حصل لها اللي حصل، مش هنشيل هم خالص. بس اهم خطوة ان انت تشيلي اي حتت بيضة من جوه زي ما انت شايفة كده. انا بشيل الحتت البيضة اللي من جوه. هتقولي لي يعني انت مشلتهاش ليه ورا الكاميرا؟ انا بصراحة شلتها وانا معاكم عشان يعني اوريكم كل حاجة كل تفصيلة، لان انت لما تحطي الحتت البيضة دي فيه مش هيبقى حلو، مش هيبقى حلو خالص كمان. فانت اهم حاجة تشيلي الحتت البيضة اللي فيه. هنا بقى بتسهلي شوية وتقومي مقطعاه تلات تربع او اربع تربع زي ما انت شايفه كده، اهو بالشكل ده. هي تقيل كده ومحمل بصراحه، فلفل محمل كده وحلو. هو بصراحه سعره ما كانش غالي اليومين دول، فلفل سعره نازل، فالحقي ده الموسم بتاعه. اعمليه في الموسم بتاعه. انا برضو هحاول اجيب اللي هو الحامي ده واجرب كده معاكم هنستحمله ولا ده. ممكن احط الاتنين على بعض عشان يبقى يعني الحرقان بتاعه يبقى هادي شويه. هنا بقى هنجيب الكبه زي ما انت شايفه كده. نحطها، وهقولك بقى المعلقه المهمه اللي انت هتحطيها. محدش يا جماعه يضحك عليا، الكبه انا ملزقاها بالشريط اللحام زي ما انت شايفين. هنحط المعلقه كبيره من الملح، هي دي المعلقه اللي بقولك عليها، ودي اساسي. محدش يقول لي ان دي مش اساسي، لا دي اساسي. وفي الوقت ده هنحط معلقه كبيره من الثوم، انا دي اخر معلقه عندي. عندك زياده حطي مفيش مشكله، كل ما تكتري الثوم كل ما يبقى احلى. وتفرميه بيبقى بالشكل ده بالف هنا وشفا. حطيه في الفريزر عندك، وبصراحه هيبقى جميل. المقطع ده جاي قبل المقطع ده معلش يا بنات. ففرميه وحطيه كده في علب زي ما انت شايفه كده. وبس كده. تقدري تحطي شويه زيت عليه من فوق، بس في الحاله دي لما تحط عليه زيت من فوق انت تحطيه في باب التلاجة. لكن انا هحطه في الفريزر، فانا مش محتاجه احط زيت عليه ولا حاجه، لان هيبقى ايه متجمد. تمام. لو انت عايزه تحفظي برطمان تحطيه في باب التلاجة، رش عليه كده على وشه بس زيت، وبعد كده حطيه في باب التلاجة. هنا بقى انا هحطه في الفريزر يا بنات. بيقعد معاكي بالسنه سنه. تحطي بقى في السمك، تحطي بقى في اي طبخه انت عايزاه، في اي تتبيلات، جميل جدا جدا. بألف هنا وشفا. ويعني اديني لايك بقى كده وادعيلي دعوه حلوه يعني بألف هنا.